في حاجات في الصيف ما ينفعش نستغنى عنها او نعيش من غيرها. اول حاجه وهو الصن بلوك. ما ينفعش ان احنا ننزل حتى لاخر الشارع من غير ما نحط صن بلوك في الصيف والحر والشمس ودرجه الحراره اللي احنا فيها دي. تاني حاجه وهي نضاره الشمس. ما ينفعش اكون واقفه في عز الشمس الحارقه مستنيه المواصلات علشان اركب اروح جامعتي او شغلي وفي الاخر ما البسش نضاره الشمس. احد اسباب الهالات السوداء هي بتكون جايه من اشعه الشمس، لازم تاخدوا بالكم من النقطه دي كويس. حاجه تكون بتهويلك او بتطلعلك هواء طول الوقت لو المكان اللي انت فيه ما فيهوش تكييف. طبعا في الهوايه دي، او ممكن تجيبي المراوح الصغنونه اللي طالعه ترند دي، شكلها كيوت قوي ولطيفه وهتبقى عمليه معاكي قوي في المواصلات. رابع حاجه طبعا وهي الكاب دي يا جماعه بتاعت مصايف، مهمه جدا 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 ان انت لو رايحه مصيف او رايحه رحله فيها شمس ما ينفعش ما تلبسيش الكاب دي. طيب تمام، انت بقى لو في المواصلات العاديه هتلبسي دي، لا طبعا الناس هتقول علينا ايه، شكلنا هيبقى وحش طبعا. ففي كابات عموما للبنات بتلبسها بيبقى شكلها لطيف وظريف ومش باينه كانها من الطرح. وعلى فكره بالمناسبه كمان في بيجات كتير على الفيسبوك بتنزل طرح بالكابات بتاعتها وبتكون عمليه جدا جدا. اوعي تستسلمي للشمس وتخلي الحر ودرجه الحراره تاثر على بشرتك.